السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ صفاء عناني. اللي اول مره بيتابعني متنسوش لايك واشتراك في القناه. فيديو النهارده عن وصفه حلوه، هي كيكه الاستفندي. عاملاها بطريقه سهله وجميله جدا وبسيطه. وطبعا الاستفندي ده مفيد جدا، تعرفين انه نوع من الموالح زي البرتقال وكله فيتامين سي. بنشوفها بقى مع بعض. بصوا هشه وجميله ازاي. نقطعها بقى مع بعض. بسم الله. بصوا بقى اللون والجمال. بصوا بقى اسفنجيه ازاي ولونها فاتحه. وطبعا لون الاستفندي اللون الاورنج الجميل ده. يلا نشوف المقادير وهنعملها ازاي. معانا مقادير كيكه الاستفندي. اول حاجه المقادير دي كلها هنعايرها بمعيار واحد، كوبايه واحده بنفس المقادير دي كلها، اللي هي يبقى 3 كوبايات دقيق، كوبايتين سكر، كوبايه لبن، كيس بيكنج باودر اللي هو الكيك شيف، 2 يوستفندي، الاستفندي البلدي بتاعنا اللي هو الخشن ده، 2 كبار، 3 بيضات، زيت، خل، فانيليا. اللبن يبقى خارج التلاجة، والبيض ودقيق ما تجيبيش حاجه تبقى ساقعه، لان طبعا الحاجه اللي تجيبيها من التلاجة ساقعه دي ممكن تاثر على الكيكه، ما تبقاش يعني معاكي هشه وحلوه، ممكن تكتب معاكي. فلازم كل المقادير دي تبقى يعني بدرجه حراره الغرفه. بصي حاجه تانية، معايا القشر ده انا مفرزاه في الفريزر. ده بتستخدميه عادي، ممكن في الايام الصيف طبعا مبقاش فيه الاستفندي بتاعنا البلدي المصري ده، فبتخرجيه بتعملي الكيكه في اي وقت طول السنه بتاعك، في اي وقت، فلا لونه بيغمق ولا بتغير ولا اي حاجه. نجيب بقى الخلاط عشان نضرب المواد السائله كلها مع بعض. حاجه هنضرب البيض مع بعض كده، ونضيف عليه الفانيليا. يعني انت تحطي 2 باكيت فانيليا. بسم الله. بعد ما ضربنا البيض نضيف السكر، كوبايتين سكر. انت لو حابه سكر زياده ممكن تحطي ربع كوبايه كمان، بس هو الكوبايتين كده مظبوطين على 3 كوبايات. ونضيف كوبايه اللبن. ممكن تحطي لو انت مثلا عندك لبن نص كوبايه ممكن تكمليها ميه عادي مفيش مشكله، ولو عندك قشطه تحطي معلقه برضو مفيش اي مشكله. الاستفندي طبعا غسلاه كويس جدا قبل ما اقشره كده. هضرب بقى اللبن والسكر والبيض مع بعض. بسم الله. هنضيف بقى كوبايه الزيت، الكوبايه اللي كان في مكانها اللبن نحط فيها الزيت. زيت يكون نوع نضيف جدا طبعا، والسكر لازم ضروري يكون فاتح. كوبايه الزيت بقى نضيفها ليهم. بسم الله. زي ما قلت لك ضروري الزيت يكون نوع نضيف عشان ما يبقاش يعني طعم الكيكه وريحتها مش كويس. والسكر ضروري برضو يكون ابيض فاتح، ما يكونش غامق خالص عشان ما يغمقلكيش الكيك. كده بقى نضيف القشر الاستفندي مع كل المكونات دي، وحوالي معلقه صغيره خل. الخل ده فايدته بيفتح لك قلب الكيكه وبيخليها هشه وحلوه. نضرب بقى كل المكونات بقى مع بعض كده. بسم الله. ضربت المكونات السائله كلها، اجي بقى على المواد الجافه. الدقيق انخله كوبايه كوبايه. بسم الله. اول واحده ضروري جدا ننخل الدقيق عشان يدخله هواء ويخلي الكيكه هشه وحلوه. الكوبايه التانيه
التالتة والاخيرة هنضيف معاها البيكنج باودر اللي هو كيك شيف. نوع نضيف جدا كيك شيف ده بيخلي الكيكه حلوه قوي وفاتحه متبقاش غامقه. وحط ذره ملح بطرفتيف صوابعي كده. بسم الله. خدت الدقيق وضفت عليه ذره الملح والبيكنج باودر. هنزل بقى بالمواد السائله كلها اللي ضربتها في الخلاط. بسم الله. بص اللون والقوام ولا الريحه بقى ايه جميله. نقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كده. بسم الله. في اتجاه واحد، ما ينفعش نعكس. بالراحه كده. نجيب من تحت كده لفوق. وبرده في اتجاه واحد دائري كده. لازم نخلي الخليط كله يتجانس مع بعض، يختفي الدقيق ده تماما. كده انا جبت القالب اللي هحط فيه الكيكه، دهنته بالسمنه. هعفره بقى بشويه دقيق. كده من جميع الجوانب كده. بص القوام بقى بتاعها، ده القوام بتاع الكيك. نجيب القالب بقى. بسم الله. بص المقادير دي كلها اللي انا عملتها استخدمتها في القالب ده مقاس 24، والقالب الصغير ده مقاس 16. انتي لو حابه تعمليه في صينيه واحده كل المكونات دي تعمليها في صينيه مقاس 32. انا دلوقتي شغلت الفرن وانا شغاله بعمل الكيكه على درجه حراره 160. انتي لو ما عندكيش ارقام في البوتاجاز بتاعك درجه حراره يعني، ممكن تعمليه على النار الوسط وتحطيه على الرف الوسطاني. هروح بقى ادخله في الفرن. نشوف الكيكه بقى كده بعد ما عدى عليها حوالي نص ساعه في الفرن. بسم الله. نختبرها بالخله او بسكينه رفيعه اهي. ما شاء الله الخله نظيفه ما فيهاش اي حاجه خالص، دليل على ان هي كده استوت كده اهي. هي بتقعد حوالي نص ساعه زي ما قلت لك قبل كده. ولو هتخزني القشر الاستفندي نسيت اقولك، اول ما تخرجيه من الفريزر لازم تسيبيه يفك خالص، وبعدين تضربيه مع كل المكونات اللي احنا ضربناها، المواد السائله اللي ضربناها كلها في الخلاط. نقلبها بقى مع بعض. بسم الله. بسم الله. شوف كمان القالب الصغير ده. بسم الله. انا حبيت احط الكيك في القالب الصغير الالومنيا ده عشان اوريكي الفرق بين
المخبوزات او المعجنات كلها عامه لما بتتعمل في الالمونيا دايما بتبقى فاتحه كده باللون الجميل اللي انت شايفاه ده. دي كده هي مش محروقه او مستويه زياده، بس عشان في الجرانيت والسيراميك دايما بيعمل معجونات باللون ده، بس هي طريه وهشه. بصي سخنه جدا، ولا ريحتها بقى جميله جدا. وفي شويه نصايح هقولك عليها عشان تطلع ان شاء الله الكيكه بتاعتك ناجحه وممتازه. هي اول حاجه بتنخلي الدقيق كويس جدا، والزيت يكون نوع نضيف، والسكر يكون ابيض، والبيكنج باودر اللي هو الكيك شيف ده ممتاز جدا جدا، بيخلي الكيكه قلبها فاتح وهنشوفها دلوقتي مع بعض. زائد الفرن لازم يكون قبل ما تدخلي صينيه الكيك لازم يكون مشغلاه قبلها ب5 دقايق، وما تفتحيش الفرن خالص الا يعني ما يمر حوالي تلت ساعه او نص ساعه من دخول صينيه الكيكه عشان ما تهبطش معاكي. وزي ما انت شايفاها كده. بس ايه رايك؟ لو عجبتك جربيها، وما تنسيش لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.